السلام عليكم وتحياتي لكم ومرحبا بكم. الشيخ الفزازي اليوم معايا يضرب كار ويشدك الفار وعمرك تشوف النهار. بقات لي هنا في الحنجره ديك القضيه اللي حرمت علينا التمر. نخلي الناس يسمعوا ونعادوا من القصه ديالك معايا وعاد نحط لهم القصه ديال صاحبتك. انا افتي تمور ديال الجزائر تفطر الصائم في رمضان، يعني صيامه باطل. تمور الجزائريه حرام. لو وجدت التمر الاسرائيلي والتمر الجزائري ساقتني، ساشتري، سافطر على التمر اليهودي. هذا العبد الضعيف اذا وجدت بلا ما تفتي لي الدوله المغربيه ولا وزاره الصحه المغربيه وبلا سرطان ولا حبس. انا بعدا نقولها لكم ما تنطيقش صحاب اللحي، كي نشوف مول اللحيه نهرب منه كيما نهرب من الشيطان. نخليكم تشوفوا هاد المقاطع وعاد نعاود لكم شنو قال لي مع الشيخ الفزازي وعاد نوريكم شنو قالت صاحبته. واللي بغيتيها نجيبها انا مالك انتيا الشيخ الفزازي اللي بغيتيها يحضرها لك. تعجبني الشيخ الفزازي تيضرب السلعه في الميكا ديالها. انا نعاود لكم شنو وقع لي معاه. واحد النهار كنت في واحد اللايف مع واحد الصديق ديالي، وعلى علم ديك الصديق ديجا هضر لي على الشيخ الفزازي وقال لي بان الشيخ الفزازي ضرب معاه الحبس وكيفاش وكيفاش. ديك النهار جالس انا وديك الصديق هو يدوز في اللايف، قال له طلع السي الشيخ سلام كي داير لاباس عليك وانا نعرف داكشي اللي قال لي صاحبي ضري. المهم الناس بقاو يطرحوا عليه اسئله، يا شيخ هل هذا حرام هل هذا حلال؟ هو لعبها راه كل المفتي. واحد شويه صار في العقليه ديالي وفهمتي انسان شعبي وعفوي. قلت الشيخ نقدر نطرح عليك واحد السؤال؟ قال لي تفضل ولدي. قلت له واش مازال ما عفاش عليك الله؟ قال لي بحالاش؟ قلت له مازال ما عفاش عليك من الزمله. وضرب الهردوسيات ديال العيات ويقول لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهرب. لان هذا الانسان كما قلت لكم ديال اللحيه ما تنطيقش فيهم، هذيك اللحيه دايرينها غير كادر. المهم نخليكم شنو قالت عليه صاحبته. كما قلت لك شدك الفار يضربك الكار عمرك معايا تشوف النهار. تعرفت عليه في فيسبوك، واحد النهار صيفط لي انفيتاسيون قبلته بحال اي بنت عندها الفيسبوك. انا اصلا ما دايرش النقاب، غير باش نوضح الناس انا النقاب ما دايرش، هو اللي فرضوا عليا. المهم صيفط لي انفيتاسيون قبلته، شاف التصاور ديالي في فيسبوك حتى انا ما عنديش الثقافه، ما فهماش السيد عليا وعذبني السيد، ولا يتعامل معايا بشكل ولا كيتكرفص عليا. كيبقى يقول لي انت عام كالخا قدام الناس انت عروبيه، انت ما فاهمه والو، ما قارياش بزاف ديال الحوايج. الشيخ الفزازي. المهم مازال فيه عندي ما يفيد وتخرج لكم الوثائق وتعاود لكم شنو كان تيمارس عليها الشيخ الفزازي. هذا الرجوله، وانما الفيديو ما تكفيش. لا بغيتوا البارتيه الثانيه بارطاجيو لي في الماكسيموم وكتبوا لي تم وندير لكم البارتيه الثانيه ان شاء الله غدا ولا بالك في الليل.